او لك الهديه؟ لك هي هديه. لك هدول ليش عم يطلعوا لي اياهم؟ هدول هديه. هن حينكتوا لك كل شيء، ما راح يخلوا شيء على محله. دخيل قلبهم. ايه كثير حلوين هي هدول. سوريا. هي شو؟ هدول تذكار. هي ساحة الامويين. هي أيوة ساحة عند الاذاعه الأمويين. والتلفزيون بالشام. I love Damascus سوريا. الله الله على الشام. اي والله. وهي خريطة سوريا كلها. التنتين I love Damascus. خريطة سوريا كلها وكل المحافظات. ايه هي حلب وهي لما اجت امها لنور لعنا جابت لنا اياهم. ايه والله كثير حلوين. هدول هيك تذكار حلو لحطهم. هلا شو مخططه اليوم على الفطور؟ وين حدا يقرب عليهم؟ هاي شو مخططه اليوم على الفطور؟ اليوم اليوم ايوه امبارحه بالليل كلهم قالوا لي نور جاي على بالنا شيخ المحشي. يلي هي كوسه بلبن. ايه امبارحه اسراء كثير طيبه. كلهم قال جاي على بالهم، بس هي بدها شو؟ بدها حفر، بدها قلي، بدها حشي، بدها تظبيط اللبن، بدها شغل كثير، بدها غلي اللبن. ايه. بدها كثير قصص. بس هي الاكله بصراحه كثير طيبه. صحيح متعبه بس بتاكلوا بتنبسطوا. وانا بسويها يعني عقصوله بتطلع من تحت دياتي ولا الصنوبر مع اللحم نور والحركه. هلا هي في ناس تقول لها شيخه وفي ناس تقول لها كوسه بلبن، في ناس تقول لها شيخ المحشي. ايه نحن بنقول لها شيخ المحشي. المهم اليوم انا ونور رح نفوت على المطبخ ونقلبه علي وطي. ايه بس قبل بدنا نروح السوبر ماركت نتسوق هي الاغراض. اكيد لازمني كمان اغراض لانه ما عندنا شيء من هي الاكله. خلص بس عيد عصام ونور اللي عم يشوفنا لاول مره ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه اذا مالكم مشتركين لحتى تكبر عيلتنا. خيل قلبك انا. ايه مستمتعه. الطاوله هيك عليك. ايه واليكس لهلا نايم. ايه مبسوط اليكس مروق لانه الشيء الساعه 12 ربع ولساته الشيء الحلو اللي بدي اقول لكم عليه انه الحمد لله رب العالمين يسر لنا انه كانت عطله الربيع. ايه والله بجية رمضان لانه عن جد انه صيام وكل يوم نفيق الساعه 7 الصبح. انا كنت كثير اكل هم انه كيف بدنا نفيق الصبح بكير نروح الاولاد على المدرسه ويرجعوا من المدرسه ونقدر نصور لكم فيديوهات برمضان. وانا كمان بالعاده انه بس في صعب ارجع انام مره ثانيه. هلا هن هيك رح يضلوا معطلين هيك لبعد العيد. لا لبعد العيد خلص نعطلهم. هلا هي العطله 3 اسابيع بس انا قلت لا بدي اعطلهم كمان اسبوع برمضان. عيد الدنيا عيد. اواخر رمضان رح يعطلوا اسبوع لانه هيك جاي العيد فقلت عادي ضلوا ساحبينها هيك لبعد العيد. اليكس وماريتا يقبرني يا عمري وانتم كمان ان شاء الله عبال عنكم تروحوا على المدرسه. يلا نزل. اجينا ناخذ اشياء للطبخ صحيح؟ نور دغري فاتت عم تشتري اشياء ما لها علاقه بالطبخ. شو ما لها علاقه بالطبخ؟ ما لها علاقه بالطبخ. كيف علاقه بالطبخ؟ محارم المطبخ لشو؟ للمطبخ. ايه الرقائق النايلون لشو؟ لتغليف الاكل. شلون ما لهم علاقه بالطبخ والاكل؟ ما لهم علاقه بالطبخ. ما لهم علاقه بالطبخ والاكل. لا انا بدي شيء للبطن. هلا قسم قسم. ايه هلا هي لتغليف الاكل بدك شيء قصدير يمكن بدك. لا ما بدي قصدير بدي بس هذا محارم مطبخ. بس نحن هذا بنجيب منه على طول. لا مو من هذا النوع الثاني. كانه يمكن من هذا اللي تحت. يمكن من هذا. هي محارم مطبخ. ها تاكد انه يكونوا محارم مطبخ. محارم مطبخ. هذاك اليوم جابت ما طلعوا محارم مطبخ. لك مرة أنا مرة هذيك المرة جبت طلعوا محارم حمام. طلعوا محارم حمام. لا هدول محارم مطبخ. لازم تتأكد اعمل هيك. ايه دسوسي. لا مكتوب أصلا أنا ما كنت منتبهة. نقيون زرافة. لازم أشمه لأنه بخاف. خذي زيادة. لا اثنين منيح. منظر الكوسة بشهي والله. ايه حبتهم صغيرة نور. يا عيني عليكي. ايه كل ما كانوا صغار كل ما بتصيروا أطيب. أحلى شيء نور خلتني أنا أعبي الكوسة. نقيت لك شو كوسة خرافي. لا حزمة شو أنا كيف بدي أنقيها أنا؟ حسيتها كثير فيها مطراقة. سمتها أنت يلا نقينا اللحمة هلا على ذوقك. هلا هي حبية منيحة. 650 جرام. ايه ناخذ تنتين. اوكي شوفوا منظر اللحمة بالشهي. نقتها نور مدهنة شوي. لحمة خروف تطلع. مشان الدسم مشان جماعة اللحم والشحم. انت جماعة اللحم والشحم؟ لكن بيان عندنا صنوبر واللبن. لقيت لك الصنوبر ليكم. والله بتقولي نور ما في صنوبر ليكم. قلت عم دوبني. لقيت لك صنوبر مشان تعرفي. انا شو مشان ما في صنوبر يعني؟ لا في. لا عن جد انه انا بتاخذي واحد ولا اثنين؟ واحد يكفي؟ يلا. هذا اثنين. شو انت اخذ عليكي الصيام. ما بعرف شو حاسه حالي داك. شايفين عصام شو عمل؟ جاب عربية قدومة وليومة. يلا غراض. لما بيكون في اغراض كثير بنجيبها هي بنعملها حمالة للبيت. لكن احسن ما نمسك بايدينا والله. حتى البطيخة وزنها ثقيل. بالعكس هي فكرة يعني كثير منيحة. مشاريع. هلا انا بدي افهم انه انت نور هلا بس نزلت من السيارة خبطت لكم الباب شو خبطة؟ لك شو خبطة يا جماعة؟
ما بعرف انا اليوم مو على بعضي بصراحه. انا بدي افهم انه اليوم معلش شو ما عملت سامحوني ما بعرف. دائما لما بتنزلي من السياره بتخبطي الباب هيك، ليش ما عم بعرف؟ اقول لك ليش بصراحه؟ انا ما بعرف شو صاير لي، شو ما عم بمسك عم كهرب. تمام؟ فانا لما فتحت الباب بدي انزل خفت انه اذا مسكته بايدي اتكهرب، فشو عملت؟ سكرته برجلي. انت خبطتي هذيك الخبطه؟ بالخبط هذيك الخبطه، مالي خبر شو بيعرفني؟ انا بحس اكثر شيء الرجال بيعصبوا اذا سكرنا لهم باب سيارتهم انه قوي. هي اكثر شغله بيعصبوا منها. هي نور دغري بلشت بحفر الكوسه. انا ما معي مزح دغري لانه ما عاد في وقت. ما عاد في وقت ابدا. قولي هاد الكوسه ما يعني ما بطول كثير، ليش؟ لانه بس بنشيل اللب تبعه وحفره بس صغيره. بدك قلي لك اللحمه انا؟ لازم يكون سميك هذا مو رقيق. شو رايك قلي اللحمه انا؟ بصير. يلا بس قلي اللحمه لحال والصنوبر لحال. يلا كل واحد حطه بمقلايه لحالها. بكفي هيك؟ ايه بكفي ايه. معلقه. اليوم انا حاطبخ لكم الشيخو كوسه بلبن، مو نور انا وياك. مجرد اني انا عم بقلي اللحمه معناتها اني انا سويتها. خلص هو طبخها. خلص نور بكفي المقلايه؟ قلت لك حط الاكبر. هي نور قالت لي حط الاكبر بس انا اخترت هي. لا بتدوب اللحمه والله. طيب بسم الله بسم الله. اشتغل على رياحتك. على رياحتي. يا عيني عليكي يا عيني عليكي. هي الأكلة لازم نتساعد فيها، إذا ما تساعدنا فيها ما بنلحقها والله، أنا بدها وقت. بسم الله بسم الله. الله يسلم دياتي يا نور. بلشنا الله يسلم دياتي. والله علي. إيه. شوفي نور هون، وين صرتي بالكوسة؟ لسه ما خلصتي؟ ما شاء الله والله دغري، كفو والله. بتعرفوا يا ريتني سمعان كلام نور من الأول. عذبت حالي وعذبت والله عذبت حالي، احذروا شو. هي من الاول قالت لي حط مقلايه كبيره يا عسام، هي ما بتكفي، قلت لها لا هلا شوفي كيف وانا عجقتها، وبتعرفوا لما عجقها اخر شيء حطيت طنجره. لك بس نحن نتعلم منك والله. نتعلم منك الطبخ. انا قلت له قلت له صغيره هي قال لي شو بدك انت؟ قلت له طيب اوكي يلا اشتغل على راحتك. انا بتركه. بتعرفي شو صار معي؟ انا مشان ما اعذب حالي وطلع الطنجره من جوا. لانه هي بدها فوت كثير عشان ما يعذب حاله، تخيل يعني. متعذبت اكثر واكثر. شفت؟ هي نور هون عم تقلي الصنوبر. عن جد ريحتها بتشهي. بدك بتشهي ريحه الصنوبر. واللحمه جاهزه. لكن هي انا سويتها. بس هي لازم نخليها تبرد. عرفتوا كيف؟ وكمان نقلي الصنوبر لحال. قلت لها لنور ليش ما قليت الصنوبر مع اللحمه؟ قالت لي لا بتشتش بعدين ما بيقرب. مو بيدشتش بيطرى. ايه بيطرى يعني بتشتش. فنحن لازم نقليهم كل وحده لحال وبعد ما يبردوا بنحركهم مع بعض. تمام. ليش؟ بيضلوا الصنوبر فيه قرشه. مثل الخبز المقمر لما تحطيه مع الفتوش تتركيه شوي بتشتش. هذا مقصدي انا. والله طلعت كثير مي ها؟ ايه شايف؟ هي المي والسمنه. ايه المي مو بس والسمنه لانه لازم اللحمه يكون ما فيها مي ابدا نهائيا، لانه لما حنحشي الكوسه حنقليه، فاذا فيها مي بصير بيطرطش. حتى غسلت الكوسيات شايفين وضبيتهم هيك على المصفايه على تمهم لحتى ما يضل جواتهم ابدا مي. يلا نور يا عيني، هي اجمل فقره. عن جد الصنوبر مع اللحم هو الصنوبر طيب كثير مع هي الاكله كثير. بيعطي نكهه كثير طيبه، هي مو طيبه بدون صنوبر. اكيد. وما تجربوا تحطوا مكسرات ثانيه لانه ما بيمشي الحال، لازم حصرا صنوبر. هلا نور ما بتحط لها بصله، بس في ناس بتحط لها بصله. لا ما بحط لها بصله، بس لحمه وصنوبر وشويه ملح، حتى فلفل اسود ما حطيت. يعني والله صار لانه المنظر اي اكله بفوت فيها اللبن ما بينحط لها فلفل اسود. ايه مشان ما اللون بياثر على اللبن. ادعميهم قد ما فينك. عم بدعمهم والله. ادبكيهم دبك. والله عم بدبكهم دبك. يلا. بس اذا دبكتهم اكثر من هيك بعدين بتطلع ورجيني. شو؟ يا عيني عليكي. بدك لك اياهم اكثر. لا تمام الله يسلم هالديات. عشان ما تطلع الحشوه على القليل. يا عصم يا حبي انت. كفو والله. شو سوسو؟ عم نسوي لك الاكله اللي بتحبيها كوسه بلبن. بتعشقها سوسو بتعشقها. ايش في حدا ما بيحب الشيخ المحشي؟ بسويها كرمالك. في حدا ما بيحب الشيخ المحشي يا سوسو؟ الكل يتفق عليها هي الاكله. اي والله هو واليبرق. ايه يا عيني يا عيني. في حاجه على بالك؟ ايه والله يعني حزري شو؟ انا كنت نايمه لما سمعت شيخ محشي فقلت والله قامت من اربعتها. لا شيخ محشي لقوم. انا بريح حاجتهم نور. ايه حاجتهم بلشوا يصيروا. يلا طلعي. ليكم صاروا شقر. شايف هذا حبي؟ ايه الكفكير هذا سيليكون. ايه سيليكون.
ما بيجرحهم خطي، لازم نحطهم هون بندللهم بالتخت اللي ظبطت لهم. ليك ونور على ظبطت لهم تخت عشان يرتاحوا. ايوه حطيت لهم فرشه اصليه هي. ايه هي الفرشه اصليه غير شكل. ايه هي كومفورت. ناموا يا عمري يا ناموا. عيني يا عيني على الكوسه، والله منظرها بشهي. طبعا نور بترجع بتفور عليهم بالمي لازم مشان يروح منهم السواد. لما والزيت. نحطهم باللبن، اللبن يضلوا ابيض غير شكل. الله يعطيك العافيه. هلا في ناس ما بتغليهم شوي بالمي، بس انا بحب اغليهم. لا لازم مشان الزيت في كمان. ناس ما يعني بتغليهم بس بتحطهم باللبن، بس انا ما والله ريحتهم بتشهي. مش انا بعمل شغلات ما بتشهي. كله بشهي حبي كله. ومعلش لما انا كثير بكون واثقه من حالي. كله شو كنت عم بقول؟ تحدياتك. طيب قال عم بقول الكوسه من تحت ايديا، قال لي شو نحن كلياتنا عم نساعدك فيه، قلت له معناتها هذا الكوسه من تحت ايدينا وحياة عينينا. لانه كل وحده عم تعمل شغله، عم نساعد بعضنا بالحفر. واحد قال انا قليت اللحم، عصام قال اللحم، ونور وماما حشوا الكوسه. بعدين حشينا الكوسه. والله ليكي منظرهم خرافي. يعني كل واحد عم يعمل شغله. يا عمري انا بده حنيه. بده يعني حنيه. انا ما عم خليه يفوت على المطبخ، هو بده يعني. ايه ما بصير يفوت على المطبخ في زيت لان عصام بيقول لي ما تسمعي له الكلام. مستحيل يفوت. دخيل قلبه لك هذا اللي جل عندي. عصام بيقول لي ما تركي كلامه. مستحيل. هو بده يعني. قلت لها اطلعي لعنده، اتركي المطبخ واطلعي. شو يا عمري؟ الدومه يلا روح العب مع اخوك. ليام وينه؟ وين كوكو؟ وين كوكو؟ الكوكو. خلي البيجامات الحلوه انا ما شاء الله عليكم. قال لك ايه عم يقرقر حاله. وين كوكو؟ عجق المطبخ عجق، والروايح بتجنن يا جماعه والله. كله تحت السيطرة. شوف كله تحت السيطرة. شوفوا لك الله يعطيك العافيه. هون الكوسه تقريبا جاهزه، وصحن هي. الخضروات اللي بشهي عم تحضروا نور. شوفوا تقطيع الفجل ما شاء الله، والله شيء بشهي. حطيت المي مشان نسلق الكوسة. ايوه مشان نفور على الكوسه يطلع هذا الزيوت وهون. والحركات. وهون شو عملت؟ الكبه النيه، الكبه النيه، بس اليوم بدون لحمه. لا رح اعمل لهم اياها بزيت هي. اليوم بزيت بدون لحم. طيب الكبة النية يا عمي، ما والله طيبه هي على الصفرة لازم كل يوم. لازم طيب الكبة. لازم مقبلات. يا عيني هذا حال. عدة الفتوش. شايف عدة ما في الفتوش؟ فتوش اليوم، ما لقينا بقلب السوبر ماركت. بس هو يعني شو رح تسوي سلطه ولا عادي شو؟ سلطة عادية، وبنعمل سلطة جرجير ثانية. تمام يا عيني عليكي. الله على الاصوات وعجقة المطبخ. صوت الماكينة والكبة النية. ايه كفو والله. شوف الشكل ليك قديش حمرا، شفتوها قديش؟ أطيب أطيب اطيب. أطيب. شوي بخيل قلبه انا لا ما مروقين. تعرفش اخوه بس ايه شوي 1 2 3 وي. بخيل قلبكم انا لا مروقين. لا الشغله يلتهوا فيها بتشغلوا على المطبخ. ما بقيان غير ساعة ونص نور، معنا ساعة ونص. لحقوا زياده. لسه مو صفيان عنا غير انه نشوي اللبن ونغلي الكوسايات. نفور على الكوسة. بس هيك انا الكوسة خليت تفوير جاهزة. الكوسه للاخير مشان الكوسه يضلوا سخن. عرفت كيف؟ فهمت عليك. هي هي هون لما نحط الكوسه علينا باللبن، البطاطا. يعني هيك غليه ونطفي فورا مشان اللبن ما هلا البطاطا مقلية جاهزة. جاهزة. وهنيك نور عم تقلي كبة مقلية اليوم عنا. كبه مقليه هي مفرزه. وبرك. اليوم هاي البرك جاهزه، قلت لحالي اسرع عشان ما كمان يا ننعجن. عيني. واليوم عنا سلطة وسوسو سلطة. كمان عم سلطة تعمل عليها جرجير. جرجير. ايه ليك سوسو عم تعمل جرجير. الله يعطيك العافية سوسو. الجرجير هلا مع الليمون والبصل غير شكل. طعم خرافي. عصام ما بيقدر ما يفوت على المطبخ، لازم يحط والله ما لمساته السحريه. لا الواحد لما يفوت على المطبخ ويشتغل بضيع وقت كمان. بس انت شفت لي هاي الكبه قديش كيوت؟ شوف الكبة معي. شايف المنظر اللي بجنن؟ هي لقمة واحدة. هي لقمة واحدة بالتم. هيك صغار احلى عصام، ايه كل ما هيك كانوا نعم. صغار بيكونوا احلى. كيوت هدول. تقريبا خلصنا ها. الله يسلم لي وهي اياك. الملوخيه تبع امبارح. ايه الملوخية بتاعت الملوخية. يا عيني على الملوخية. عم سخن على نار هاديه. وهون نور طبعا ليك وشوفوا شو حضرت. كبه كله مقليه، جاهز. سمبوسه، بطاطا مقلية. ورقائق الجبن. هدول الرول كتير طيب كمان. اي والله انا هذا كثير عجبني. ايه كتير طيب. في بتعرفي ليش عجبك كتير؟ ليه؟ لانه هاد فيه حبة البركة. اه واي شيء سبحان الله فيه حبة البركة بتلاقي له طعم. طيب. لا انا حبيته هيك انه بيقرمش وبقلبه جبنه كمان. بيكون له طعم كتير طيب. ايه. وهون عندكم الرز
لانه نور بدها تحضر لنا اليوم رز بشعيريه نسوي كمان. لهم رز بشعيريه، ما شاء الله اللي امبارح سويناه ما شاء الله خلص. ايه ما هو انت عم تطبخي انه كل يوم بيومه. اطيب حتى تازة. هو الرز بيكون تازه اطيب. احلى شيء انه نور بدها تنقي قال كل كوسايه بالكفكير، اخذت عنا الطنجره وانا وقلبتها بعمل فرد فورا قلبي. على المصفايه، بس والله فكره منيحه. ها شوف لك انا بخاف عليهم يتخربوا. ما شاء الله ما شاء الله. انا بخاف عليهم يتخربوا. ما بيخربوا خلص. بعاملهم باللطف، اما انت قلبتها هيك فرق. هن مقليين ومغليين وخلص. فكري على الله قلبه وحده. نور ما عرفت تحكي من الصيام. لا عن جد انا اليوم مدري شو بدي، لازم هلا ابلش واعمل الرز هلا الشعيريه. شامل ريحه الملوخيه؟ ايه طلعت عشقت البيت كله. نور الريحه ما شاء الله. اللهم اني صايم. اللهم اني صايم. يلا نور. يلا ايه على الاصوات. اصوات غير شكل صح؟ اصوات بتجنن هي. على ولد عصام على اصوات الطبخ بالمطبخ. نغم. احسن اذا ما حطيت مي بيطلع احسن. اسمر. ايه بيطلع اسمر، لانه اذا ما حطينا مي بيطلع اللبن مثل القشطه. هلا هون عندنا كيلو لبن. هاي قشطه انت. قشطه انت. كيلو لبن ومعلقتين نشا حطيتي. ايه حطيت معلقتين نشا، بس بدي اضربهم على الخلاط بعدين احطهم على النار احسن. يلا توكلي على الله. يا عيني اللي بعده هلا عم بضرب كل كيلو لحال لانه ما بيسع بالخلاط. يا ريت عندي خلاط هيك بيسع 5 كيلو. نجيب خلاط ل 5 كيلو يعني؟ ما في خلاط ل 5 كيلو. بيان 35 دقيقة حياتي. معت اللحق الله يكرمك. لك شو معنا اللحى خلصنا؟ اللبن هلا ليك بلش يغلي. شوفوا اللبن يا عيني. شايف كيف بلش يغلي؟ الله يعطيكي الف عافية. وهون سوسو الجرجير صار جاهز. كفو سوسو. وهي الكوسة. يلا سقطي الكوسة نور الكوسة. بس هيك شوي. والرز هنيك جاهز والملوخية صارت للسكت جاهزة. هذه تحت خالص كمان. تمام. شو سوي أنا؟ تاكل كب النية. كب النية. ناقص الطاولة كب النية. هي ما بدها شيء، انا ما فيها هي بس زيت. ايوه يا عيني يا عيني. خلاص عندك. خلاص عند سوسو. نعمل هيك عند سوسو. انت تبع الزيت حطيها بس بالصحن بالشوكه ونعمل معايا بس. يعني مثل صحن الحمص. الله عليك يا حمص يا هي انت. بالزيت حط على وشها زيت. كفو يا عيني على العجقة ما قبل الافطار شو بحبها انا. بسم الله يا عيني شوفوا لما بيسبحوا بقلب اللبنات ما احلاهم. يلا إيه. اسبحوا يا عمري اسبحوا. ضبطوا لي اموركم. طبعا ما راح اشيل ايدي ابدا. ايه هلا بس ينزلوا كل الكوسايات بتحركي شوي. صفصفت له الجاطات لعصام هون لحتى هو يسكب. انا شغلتي السكر. لانه انا بحب دائما هو اللي يسكب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بنطلع الكوسايات. يا عيني. اي صفصف الكوسايات بعدين بتحط اللبن. بعدين بنحط كيف؟ بدك كل حبه بحبتها. والله بجنن عن جد، مع انه كنت منوصه تحته وتاركته. بس شايفين طلع بجنن. هلا قلبه فرد قلبي اذا بدك. يلا ولا تسكبه هيك. انا بحب هيك. يا عين شايفين الرزه؟ كل رزه برزتها. سفرتنا صارت جاهزة ما شاء الله. شوفوا العصائر، التمر، الفتوش، السلطة، كوسة بلبن يا جماعة حكاية. يا عيني يا نور. هلا شو ضل؟ الله يسلم دياتك. هي الزيت المرحلة النهائية. يا عيني بس عن جد شكله بيشهي والله بيطير العين. مو مصدقه امتى يقدر لحد. الله يسلم دياتك. بيان 5 دقايق. 5 دقايق. وهي الكبة النية اليوم عملناها بدون لحمة. وهيك على عصام ونور صارت سفرتنا جاهزة. الا لازم يقطع بطيخة. لا عصام هلا خلص انا اعطيتك الكرت الاخضر. اعطيتك بصمة خبراء البطيخ. اوه علما والله بتجنن. لا حمرا. علما البطيخ لسه مو وقته ها. بس ما شاء الله. بس والله عن جد انا ما عاد اخذ واعطي معك بالبطيخ. خلاص ما قلت لك انا. تحدي بيني وبينك. خلاص صار انه انت معلم البطيخ. قدان ما قدان. سوسو عم تشوفها من برا. ما أقدر برا. واقفة هون ناطرة الصوت سوسو. انا على الموبايل أقدر. يلا ماري يلا. قدن يلا سموا بالله. يلا نور كمشة التمر الهندي. شايفك انا ها. عم جهز انا بس شايفك. بدي اطلب تمر هندي.
والله الصفرة بتشهي، الله يسلم دياتكم جميعا يا رب. عيلة عصام ونور، هلا هيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو. وانا هلا عم بشرب شاي اخضر، بدي اهضم الاكل اللي اكلته لانه اكلت اليوم بطيخ وعم تشرب شاي كمية اخضر. لا هاي المرحلة الثانية. انا حكيت ليش عم بشرب الشاي الاخضر بسرعة؟ لانه في معروق عشان اهضم الاكل واكل المحروق. هلا هيك عيلة عصام ونور بدنا نختم معكم هذا الفيديو. بس قبل ما نختم الفيديو رح ناخذ 3 اسامي مثل ما عودناكم. معنا فاطمه من تونس، ايه مصطفى من العراق، وسلسبيل من الاردن. اذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اسمكم من اي بلد عم تتابعوا. وما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين لحتى تكبر عائلتنا، وتابعونا كمان على الانستغرام والسناب شات، بتلاقوا روابط صندوق الوصف تحت. بنحبكم كثير كثير، نشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. وسلام.